السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده بصوا عايزين، طبعا كلنا عارفين قعده الزير دي بتاعت زمان. انا بصراحه كان نفسي اجيب زير واحطه كده في المدخل، او اللي طالع واللي نازل اللي عايز يشرب ولا حاجه. فقلت مش مشكله انا اظبط قعده الزير واعملها مؤقتا كده كانها كرسي بغطا طبعا كده زي ما انتم شايفين كده. هحاول ان انا اثبته عليها معاكم، بس طبعا شايفين القعده عامله ازاي. فقلت خلاص احنا نجيب بقى بوهيه ونظبط. هنبص على القعده بقى دلوقتي. بصوا القعده اهي. انا جبت الغطا اهو زي ما انتم شايفين كده، وحاولت ان انا اغسله والمعه بقى كده. طبعا ده كان قعده لمبه، وهو شبيه بغطا الجردل. يعني بصوا احنا بقى هنشوف ايه الفتحات اللي هي تناسب ان احنا هنعملها. بس الفكره الاولى ان هي تبقى دي اللي هنعملها. طيب هنا بقى قعده الزير دي طبعا كانت مرميه على السطح وحالتها بؤس. فهنعمل ايه؟ هنجيب لها بوهيه وهندهنها. طبعا لو انت عندك قاعده وعايزه تدهنيها ولا حاجه، الارض بتبوظ. هنعمل ايه؟ هنروح فارشين حته كده ونبدا بقى هندهن القعده بتاعتنا كده اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقلب البوهيه انا لقيت شويه البوهيه دول موجودين تحت طبعا عندي زوجي. فقلت احنا نخلص من اللون الموجود عندنا ونمسك بقى القعده زي ما انتم شايفين كده، نغير من شكلها. استعملناه كرسي ماشي، استعملناه ترابيزه ماشي، بس انا بصراحه هدفي ان انا احطه في البلكونه ابقى انشر عليه الغسيل بدل ما كل شويه وطي وكده. فقلت خلاص انا اعمله كقعده في البلكونه، احط عليها طبق الغسيل وانشره. شايفين؟ بصوا هيبدا يغير من شكله بشويه بوهيه اصلا يعني فايضين اهو. شايفين شكله؟ احنا بقى بنوضب كده الحاجات القديمه ونعمل لها اعاده تاهيل اهو. بصوا انا حاسه، بصوا الشكل اتغير معاكم قدامكم اهو. بصوا طبعا شوف بقى الحتت اللي هي ما اتدهنتش ندهنها، والحتت اللي عايزه دور كمان نديها دور كمان اهو. بصوا بقى شكل الدور التاني ده لما هياخد لون هيختلف طبعا اهو. بصوا اي حاجه انت هتظبطيها او تديها وش كده طبعا هتختلف معاكي 180 درجه. بصوا لما نقلب كده نلف، انا عارفه ان انا هتبهدل بس حبيت اقول لكم ان انتوا تستغلوا اي حاجه عندكم. ممكن تقدري تصنعي منها حاجه. انتوا عارفين دلوقتي الحاجات بقت اسعارها خياليه، فتقدري بامكانيات بسيطه كده ان انت تظبطي كده اي حاجه قديمه عندك اهو. بصوا قعده الزير طبعا يعني مش قادره اقول لكم، كان الزير طعم الميه بتاعته رهيب. ليا واحده صاحبتي لسه عندها الزير لحد دلوقتي حطاه في المطبخ. بصراحه يعني عارفين الميه اللي هي ولا هي ساقعه قوي ولا هي سخنه قوي، يعني تحسوا ان انتوا بتشربوا منها ما بتشبعوش. انا اصلا ما بحبش اشرب ميه، بس عندها بشرب. يعني رغم ان هي يعني بتقولي بملى الزير بالخرطوم، بس هي يعني مش عارفه، بحس ان الميه ليها طعم عندها في الزير. بصوا طبعا اهو يعني ما خدش وقت خالص واعمله معاكم قدامكم اهو. بصوا انتوا طبعا شفتوا القعده في الاول كان شكلها ايه، ودلوقتي انا ببص في الكاميرا عشان انا مش شايفه الحته دي، فشايفاها معاكم في الكاميرا اهو. بصوا طبعا الشكل اتغير تماما تماما. يعني هنشد بقى دي ونودي دي كده اهو، وهاجي برضو عند الحته دي هحاول ان انا اخصص البوهيه شويه عشان طبعا ما تسيلش اهو. الفستان طبعا اتعوص بس عارفين الفكره ان انت تعملي اعاده تدوير لحاجه يعني تقريبا بصوا معدومه. بصوا في الحاله دي بقى قدامكم اهو ممكن يشتغل ايه بقى اهو. بصوا ممكن يشتغل بقى اهو كترابيزه.
هظبطه كله واوريكم الشكل النهائي في الاخر. وهنا طبعا انا ثبت بقى الغطا ده، ثبته بشكل حلو قوي جامد. فهبدا بقى ان انا ايه اقلب تاني البوهيه اهو. لفيت طبعا عليها من تحت من كل الجهات، وعشان الغطا يبقى ملتئم هديله برده من الدهان ما يكفيه اهو. بصوا بحاول ان انا اخليها ترابيزه مطعمه كده اهي، اتعملت من كل الكراكيب اللي على السطح اهو. ده كانت قاعده اللمبه، يشبه غطا الجردل اهو. بصوا، وطبعا فرشه واحده بس في الدهان بتبان فيه جدا اهو. انا لقيته اهو. بصوا طبعا احنا بنروق البيت وعمالين نعمل سيراميك والكركبه عماله تزيد على السطح، فقلت خلاص انا هعمل البتاع الكرسي ده نفع احطه في البلكونه واحط عليه البتاع الغسيل انشره ماشي. ما كده لقيت حد يقعد يستريح على باب البيت واحطه له تحت، مش مشكله. المهم ان يبقى فيه حد يقدر يستفيد بيه ايا كان، يعني مش لازم انا يعني. بصوا اهو الدهان طبعا خلاه كده التئم مع بعضه وبقى شكله جميل جدا، شايفين اهو. ونبدا نلف. حاسه ان البويه يعني خلاص قربت تنشف من على القعده دي. بصوا شايفين شكلها بعد ما اتدهنت بقت حاجه تانية خالص اهو. نرجع تاني نشوف بقى الايه التيفوهات والحاجات اللي احنا ما خلصتش نعملها تاني. بصوا اهو كده الحتت اللي اهي ما خدتش بوهيه نديها. بصوا اي حاجه عندك قديمه تقدري تجددي فيها، يعني لو غطا جردل انا جربت غطا الجردل لقيته نافع، بس ده لقيته محكم يعني محدش يقدر يشيله او حد يقف عليه ماشي مفيش مشكله، لاني طبعا القاعده بتاعته حديد اهو. بصوا ما خدش مني اي وقت خالص، وفي نفس الوقت طالع. بصوا شكله جميل، انا حاسه ان الكاميرا ظلماه والله، هو شكله جميل جدا جدا اهو. بصوا الحتت دي نشفت اهي اهو. بصوا شكله طبعا لما خليت الغطا الابيض ده بقى كده اتدهن بقى واخد اللون، فتحسوا ان باين بقى حاجه كده تانية خالص. يعني ابسط حاجه كده ممكن يتحط على باب البيت، اي حد كده عبال ما يطلع المفتاح يروح ايه قاعد عليه لحد ما يطلع المفتاح ويفتح البوابه اهو. بصوا امكانيات بسيطه، شويه بوهيه كانوا محطوطين عندنا ما لهمش اي 30 لازمه، وفرشه قديمه حتى ما اشتريتهاش، والقعده الزير اهي اللي كانت مرميه على السطح، وقدرت اعمل ترابيزه شيك او كرسي اي حاجه. يبقى من امكانيات البيئه تقدري تكتسبي اي حاجه حلوه، تقدري تخليها حاجه تكون مش حلوه وانت تقدري تخليها حلوه بمجهودك او بلمساتك البسيطه. طبعا كل الحاجات دي بتسيب بصمه حلوه قوي في قلب اللي يستمتع بيها، مش شرط لازم نكون احنا فاهمين قصدي. فاتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، السلام عليكم.